كاين شي واحد يدير لوالديه بحال هكا، كاين شي والديه يلوحوهم، كاين شي والدين كيصوتوهم. تصوتتني هي وتكرست عليا هي. انا مريضه، عندي السكر وعندي الطنسي، انا هزه راسي على الدواء بنيتي، بغيت نرجع لمحالي، محالي ما يضيعش مني يا بنيتي. انا سكنت في الكاريان 45 سنه، تشديت هذاك المحل وعطاني الملك الارض، وشديت الشريك وبنى ليا، وحنيت فيها وقلت ليها بنيتي انا غنكتب لك الدار نتصرف حتى نموت. وبركت العام الاول والعام الثاني والعام الثالث قالت لي بغيت نبيع. قلت لها اش بغيتي تبيعي؟ قالت لي بغيت نبيع الدار. قلت لها لا ما تبيعيش ليا داري، انا داري نسكن فيها حتى نموت. قالت لي هز كلمه، انا غاديه نبيعها لك فوق ظهرك. وتكرفست عليا وصوتتني. عندها 70 عام، لا راجل لا ولاد لا تا حاجه والو. حنيت فيها سعرة، حنت فيا. متفقين معاها وحده راه ساكنه في قادير وصيفطوا ليها جات تا هي باركه معاها، كيطلعوا ويهبطوا معاها. وحده اللي كافره بالله، هاد اللي كتبت ليها ما عليهاش. الاخرى اللي جاهله، والاخرى اللي باغا الدار تبيعها ليا وتوكلها لولادها، وهي خدامه في الطاليان وتصيفط لها 40,000 باش تخلص على بنتها المدرسه، وانا امها ليحاني. وملي تنزل عندها، ما تنزلش عندي انا في الدار، وتدوز العطله عندها هي، ما كتجيش عندي انا للدار. هذه بنتي الاخرى باغا مطابقه هي واختها. اش غنحبسهم عليا بنيتي؟ ما عندنا بنيتي حتى مشاكل، حنينا فيهم، خدمت عليهم 35 عام وانا خدامه عليهم، تكبرتهم وهم كيردوا ليا. دارتني بعت ليها، علاش انا باركه في الدار؟ خاصني الخوي قال لي اللي باع نيس واللي شرى طمع. لا انا ما بيعاش ليها داري هذيك، ما عطياني حتى شي ريال. نصبت عليا بنيتي، نصبت عليا. مشينا عند المحامي، دخلت عندو وقالت لي وغوتت عليا. المحامي ما سولني، ما قال لي يا المرش هاد الشي اللي كاتبه واش ما بقى عليه. قال لي يا سينيت وجيت، والدار راه مسدوده عليا. دابا انا خارجه باركه عند ولدي، وانا دعيتها لله